بعد اللي حصل يا سيدي على الحدود المصرية وموت مجندة إسرائيلية، في حاليا كلام كتير في إسرائيل عن قصة تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي، وليه بيتم تجنيد أو وضع النساء على الحدود المصرية. في البداية كده يا سيدي قوام الجيش الإسرائيلي حوالي 700 ألف مجند، منهم حوالي 550 ألف قوة احتياط. أهو تلت العدد ده يا سيدي من النساء، يعني في 33% من الجيش الإسرائيلي فتيات أو ستات. وإسرائيل أول دولة بتفرض التجنيد الإجباري بالنسبة للنساء، يعني الواحدة يا سيدي بتوصل سن 18 سنة بتروح خلاص مقدمة على الجيش وتلبس في الجيش وتفضل في الجيش لمدة سنتين. وبالنسبة للرجالة بيفضلوا 3 سنين في الجيش، لكن في ناس مستثناة أو معفية من دخول الجيش. ومن الناس المعفية في الجيش الواحدة اللي اتجوزت قبل ما تتم سن 18 سنة أو واحدة حامل، وكمان الشخص المتدين. دول أصلا متدينين مش بيدخلوا الجيش، وفي ناس بتخلع بالطريقه دي ان هي تخش التجنيد او تقدم على التجنيد في الجيش الاسرائيلي. كمان العرب اللي هم مش يهود وعايشين في اسرائيل دول مش بيخشوا اصلا الجيش الاسرائيلي. اما العرب اليهود اللي عايشين هناك دول مش مجبرين ان هم يخشوا الجيش الاسرائيلي، لكن ممكن يخشوا على سبيل التطوع عادي. والناس يا سيدي الاحتياط او اللي هي على قوه الاحتياط دول بيروحوا الجيش لمده شهر كل سنه لغايه ما يوصل سنه ل 43 سنه. لكن يا سيدي ايه هو السبب او ايه هي الاسباب اللي تخليهم اصلا بيجندوا النساء؟ أول حاجة هي قلة العدد مقارنة بعدد سكان الأرض الأصليين، وكمان مقارنة بالعدد الكبير الموجود في الدول العربية، وهم عارفين القصة دي من البداية. ولذلك أول رئيس وزراء لإسرائيل اللي هو ديفيد بن جوريون ده تبنى فكرة تجنيد النساء. وكمان يا سيدي السبب الثاني بالنسبة لتجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي هو العقيدة القتالية بالنسبة للإسرائيليين، إن هم عايشين على قوة السلاح، ولذلك لازم كل القوى البشرية سواء كانوا رجالة أو نساء يتم حشدها. اما بالنسبه ليه هم بيجندوا النساء على الحدود المصريه او ليه بيحطوا الستات او الفتيات على الحدود المصريه؟ لان هم شايفين ان الحدود اللي بينهم وبين مصر دي حدود هاديه وما فيهاش اي مشاكل مقارنه بالحدود اللي بينهم وبين سوريا ولبنان واماكن الشبكات الموجوده في الضفه او قطاع غزه. ولذلك البنات بتكون عايزه او ان هي حابه ان هو يتم تجنيدها على الحدود المصريه، لان الحاخامات في اسرائيل بيحرموا تجنيد النساء في الجيش الاسرائيلي. وكمان الناس المتدينين برضه بيتكلموا على قصه تجنيد النساء في الجيش الاسرائيلي. وبعد اللي حصل على الحدود المصريه زاد الكلام عن قصه تجنيد النساء. بس كده يا سيدي.